ويتكوف مسؤول أو مبعوث ترامب للمنطقة بيقول إن نسبة البطالة في مصر تصل ل 45% والبلد مفلس ويحتاجون للكثير من المساعدة ومن الصعب على هذه البلد البقاء هكذا. طبعا مصلحة أمريكا ومصلحة الغرب كله وتحديدا أمريكا والكيان إن مصر بموقعها الجغرافي بعدد سكانها اللي يقارب من تلت سكان الوطن العربي إن هو يفضل فقير جاهل مريض، وإن هو يفضل كده بيرزح تحت خط الفقر. لكن هو ليه قال كده؟ هل هو قال كده علشان مصلحته علينا؟ لا، مصلحته مش علينا خالص وقلبه مش علينا خالص، لكن هي الفكرة كلها والموضوع ما فيه إن هو خايف على السيسي، خايف على كلبهم الجاسوس الإسرائيلي ابن بائعة الهوى، خايف إن نظامه يقع، لأن بقية المقابلة قال إن النظام لو فضل الوضع كده النظام هيقع، ودي مش هتبقى يعني هيبقى كل اللي بنوه في الشرق الأوسط وتحديدا في درع إبراهام اللي هكلمكم عنه في فيديو، لأن موضوع درع إبراهام دوت مهم جدا اللي انضمت له المغرب، الأردن، الإمارات، السعودية ومصر والبحرين، دول انضموا له انضمام كده كده اهو شقي أمني وسياحي وتجاري وكل حاجة، بس ده هنعمل عنه فيديو لوحده علشان الناس تفهم. لكن روحوا اعملوا سيرش على درع إبراهام والدول اللي انضمت وإن هم منتظرين إن السعودية تنضم وتبقى كده عيلة تنضم كلها شرفت الحلف. فهم خايفين إن مصر تسقط تاني في إيد إسلاميين، دي هتبقى بالنسبة لهم كارثة، وخاصة بعد ما الشعب اكتشف كل شيء وكل شيء انكشف في نوبان يا ويتكوف يا أخويا. طبعا عبد الفتاح السيسي كان لسه قاعد عامل يمكن 50,000 لقاء في المستشفى في الكلية العسكرية وكلية الشرطة والحربية علشان يقول طبعا للشعب العبيط وللطلبة اللي هناك إن الأمور زي الفل وإن المؤشرات الاقتصادية إيجابية جدا. جاله طبعا مبعوث ترامب اداهاله إيه في سويداء القلب قال لك البلد مفلس و45% يعني تقريبا 50% نص الشعب يعني قاعد مش لاقي ياكل، وطبعا الباشا هيعوم لكم السعر بتاع المحروقات 3 مرات لغاية ما يبقى بالأسعار العالمية زي اللي بنشتريها هنا في بريطانيا وفي أمريكا وغيره وغيره. لكن المرتبات طبعا مرتبات ما تأكلش حتى كلب. وانجوي يا حبايبي انجوي.